السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بافضل الاحوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما ننساش اني راح بجميع مشتركي قناتي، كلكم اهلا وسهلا، نورتوا القناه. وخياتي الغاليات ما تنساوش تدعوا لنا في غزه، ربي يقويهم وينصرهم ان شاء الله، وربي يفرحكم ان شاء الله بنجاح وليداتكم كاملين يا رب العالمين. وقبل ما نبدا الفيديو حبيبتي، نحب نبارك لوعيل سارة، نقول لها مبروك على شهادة البيام، ألف مبروك، والعقوبة إن شاء الله للنجاح في الباك إن شاء الله، والعقوبة للنجاحات أخرى، ورب إن شاء الله يوفق وليداتكم كاملين ويحفظهم يا رب العالمين. وهذا يا البنات روتين العيد كما كنت وعدتكم، هذا تاع العيد الكبير. كنا نوضنا صباح كما تعرفوا باللي في العرب ينوضوا بكري، ما نوضنا صباح بكري باش ناخذ صوالحنا. هنايا كنا فطرنا الحمد لله على فضله. بعدين بوي راح يصلي، وهنا كما راكم تشوفوا يا البنات، اختي كانت حاقنت كما نقولوا حنا الرايب باش تمخض اللبن. اختي الصغيره كانت تخدم الوليدات، تبدل لهم وتمشط لبنتي. هنايا كانت اختي هذه كانت راحه تمخض اللبن. انا صراحه قاعد نعرب عليهم. هكا نعاون قرب حوايج خفيفه. عمرنا الماء اكيد في الكلاصير باش يكون واجد. كان لازم نمخضوا اللبن باه نبردوه، يعني عارفين بلي شوي سخانه. وكان معناتها عندنا ضياف ياسر جايين. هنا البنات كما راكم تشوفوا كنا نقينا الحاله، وكم عارفين مفرشنا، يعني كم عارفين اجواء عيد بسيطه. هنا يا اختي بدات تمخض، وحبيت اخليكم تسمعوا صوت الشكوى كي تعود تمخض فيها اللبن. كما شفتوا كانت علقتها في الحمارة. احنا مازالوا دارنا يستعملوا الحمارة، اللهم بارك وزد. راكم عارفين باللي بكري كانوا يستعملوا غير الحمارة. وهنا يا البنات كانت تمخضها وتعاود تشوفها، كما نقولوا يحقنوا لها اذا تعرفوها، يعني يحقنوا لها لازم بالماء البارد، يعني باش ما تفسدش. وثاني كاين اللي احنا مازال يديروها دارنا، انكم احنا تشمخوا الشكوى من فوق بالماء البارد باش الشكوى تبرد على ذاك الرايب ويتمخض اللبن زين، ما يخرجش حامض ولا. فهمتوني يا البنات؟ هذه هي الشكوتنا. والحمارة معها اللهم بارك وزد يا رب العالمين. هنا كانت طابت كما يقولوا حنايا، وكانت لازم تصرفها اذا تعرفوا. يعني هذه الحوايج اللي نعرفها انا في الشكوى، صراحه ما نعرفهاش كاع ولا تصد. هنايا كانت كملت، وبعدين كي طابت تزيد تعاود تمخضها حتى تصفى باش تقدر تتصرفها. وهنا صورت لكم الصاله كيفاش كنا مخملينها. هذه هي صالتنا البسيطه، اللهم بارك وزد. وجيت هنا لقيت اختي كانت راح تصرف في هذا البيدون، بعدين قلت لها ما صرفيها في ذيك السوبلية ذيك تاع الحديد باش ثمثم تبرد يعني اللبن، لانه كانت عقابنا قد نخدموه، وكانت عندنا ضياف ياسر، معنا لازم ثمثم يبرد بحكم الحاجة اللي تكون في الحديد تبرد أكثر من اللي تكون في النيلو. هنا كانت تتصرف، اللهم بارك وزيد، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. وهنا بوي بعد ما جا من صلاة العيد كان ذبح لنا، الحمد لله على فضله، الحمد لله على نعم كثيرة. ولقيت اخواتي الاخرين، نبي اللي هي تصور في اختي اللي كانت تخدم في اللبن، لقيت اخواتي يعاونوا فيه ونقوا، يعني الحمد لله الكثرة كانوا كملوها. انا كما قلت لكم قاعده غير نعرب ونصور، وبعدين الحمد لله على فضله تعاونا قاعدين ونقينا اللي قدرنا عليها كما راكم تشوفوا هنا يا البنات. كانت اختي الاخرى تنقي، وواحده تنقل الماء، ومعناتها كل واحده وش كيفاش تعاون. كملنا الحمد لله على فضله. وصراحه كان عجبنا نديروا الغدا، وكان لازم نفارسوا. هنا خليت اخواتي ينقوا راكم عارفين يخملوا في الحاله وينظفوا فيها، وقلت صور لكم هكا النتيجه، اللهم بارك وزد. اللي شاهدها تسمح لي البنات، تسمحوا لي ياسر راني ساعه ونشاهدكم في حاجه. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. هنا كانوا كملوا البنات وجابوا، وانا في ذيك الاثناء كنت صراحه كنت قليت الكاوكاو، وكنت قليت الشيشه تاع الطمينه. سمحوا لي ما درت لهمش لاني لقيت المقاطع راحوا لي اللي خدمت فيهم. وهنا كنا خدمنا الغداء، اللهم بارك وزد كما راكم تشوفوا يا البنات. كنا درنا غداء طعام، وكانوا جاونا يعني الضياف. راكم عارفين باللي اصحاب العرب يكونوا مقصودين ياسر من الناس.
اخرين معرفة واخرين ما نعرفوهمش يعني الحقيقة. ما ندرنا الغدا كما راكم تشوفون يا البنات، كنا درنا الطعام فاني كنا شوينا الفلفل وقطعنا كمية كبيرة وبعدين وزعناه في الطباسة، وهنايا كانوا جاو وبدينا نقاصبوا عليها. ما صورت لكمش كيفاش حاطين، يعني كنت نسيت ما صورت لكمش بعد ما رتبناهم فوق الطابلة قبل ما يدوهم، ونص الفيديو للاسف تحذفوا لي. هنا كنت كملت كما راكم تشوفوا الكاوكاو وخدمت الطمينة درت لها هكا تزيين خفيف يعني بالحاضر. يقولك الجود من الموجود والحمد لله على فضله. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال وبارك فيها يا رب العالمين. هنا كانت اختي طيبة 3 وجدته. هنا كنا وجدنا السنيوة كما راكم تشوفوا هنا يا البنات، ودرنا ثاني اللبن ودرنا القازوز والحمد لله على فضله. هنا كما عارفين ما تقدينا الحمد لله. درت فيها كاساتي وغسلت المواعين. هي الصراحة أنا غسلت النص وخواتاتي النص. وهنا كانت جات اختي المتزوجة وجابت لنا هذا البقلاوة اللهم بارك وزيد كما راكم تشوفوا يا البنات. بنتها روعة روعة. وجابت لنا فاني هذا حبات الكاطو تاع الطابع. وهنا يا البنات لحقت نهاية الفيديو. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. واسمحوا لي على بالي راه قصير، مي الله قالب كما قلت لكم كانوا تحذفوا لي المقاطع.